فيلمنا بيبدأ مع ميشيل طالب مدرسي بيحب الأبطال الخارقة، وبيكون محوش تمن بدلة سبايدر مان عشان يشتريها بعد المدرسة لعيد الهالوين، وبيحب زميلته ستيلا ودايما بيخاف إنه يكلمها، وما بيهتمش بدراسته قد ما بيهتم بتصوير ستيلا. وفي مرة وهو في الفصل بتدخل عليهم مديرة المدرسة ومعاها المحققة جيوفانا واللي هي والدة ميشيل عشان تسألهم أسئلة عن صديقهم بريتشا اللي مختفي من يومين ومحدش عارف مكانه، وبتطلع لابنها وبتديله أكله لنسيه، وبيتريق عليه اصحابه ان والدته محققه وجايبه له الاكل لحد المدرسه، وبيتعرض للتنمر والضرب من زميله ايفان وبراندو، وبيسرقوا منه ثمن البدله وبيجروا وراه ببندقيه كور الوان عشان يضربوه بيها، وبيرجع البيت وبيراقب بروفايل السله وبيعرف انها عامله حفله في بيتها، فبيقرر انه هيروح وبياخد باقي الفلوس اللي معاه وبيروح محل رخيص للهالوين عشان يشتري منه اي بدله يلبسها، وبيشتري بدله رخيصه وبيقول له صاحب المحل انه هيعرف قوه البطل صاحب البدله لما يلبسها، وبيقرر انه مش هيروح الحفله بسبب البدله اللي هو لابسها، وبتلاقيه والدته قاعد متضايق وبتقول له انه لازم يروح الحفله وانه في نظرها بطل خارق زي والده اللي مات وهو بيحاول ينقذ الناس، وبتقدر تقنعه وبيتحرك ميشيل للحفله وبيقابل ستيلا وبيحاول انه يتكلم معاها، لكن بيلاقي ايفان مشغل فيديوهات سرقها من موبايله عن تصويره لستيلا من غير ما تعرف، وبيجري ميشيل منهم وبيستخبى في الحمام وبيتمنى انه يختفي ومحدش يشوفه، وبيهرب من شباك الحمام على الشارع وبيوصل بيته وبينام لتاني يوم، وبيقوم ياخد دش ولكن جسمه بيكون مختفي، وبياخد باله ما بيبص في المرايه وبيقلع الروب بتاعه وبيقف قدام مرايه اوضته وبيلاقي نفسه مش باين، وبيلاقي ان مامته دخلت الاوضه بتدور عليه ومش شايفاه، فبيكتب لها ورقه وبيقول لها انه راح المدرسه بدري، وبيغطي نفسه بهدومه وبيتحرك على المدرسه بتاعته، وبيخاف انه يدخل المدرسه بس بيشوف قدامه ايفان وبيفتكر اللي عمله فيه فبيقرر انه هينتقم منه، وبيقلع ميشيل هدومه وبيدخل فصل وبيمسك البندقيه بتاعت ايفان وبيضرب بيها على المدرسه وبعدها بيرمي البندقيه على ايفان عشان يلبسه اللي حصل، وبيروح على زميله التاني براندو اللي كان بيتنمر عليه مع ايفان وبيبوظ عليه ماتش التنس بتاعه قدام والده وبيخلي والده يزعله بسبب فشله، وبيفضل ميشيل يرعب فيه لحد ما بيخليه يتجنن وبيجري من المكان، وبيدخل ميشيل اوضه البنات عشان يبص على ستيلا لكن بتيجي عليه فوطه بالغلط وبيبان ان في حد موجود تحتها، لحد ما بيلاقي ميشيل جسمه وهو بيظهر لوحده وبترفع بنت الفوطه من فوقيه وبيصرخوا كلهم، وبيتبلغ عنه وبتيجي مامته تاخده من مديره المدرسه وبيجي لها تليفون ان طفل اسمه براندو اختفى كمان وساب رساله لاهله وبيقول لهم انه عايز يبقى لوحده محدش يدور عليه، ونفس الكلام على صديقهم بريتشا، وبيجي تاني يوم وبيكون قاعد في الحصه بتاعته وبيحس ان جسمه بدا انه يختفي تاني، واول ما الحصه بتخلص بيجري على بيته وبيدخل اوضته وبيلاقي ان اخته كاندلا موجوده في اوضته وبيطلب منها انها تخرج ضروري من اوضته، وبتعمل نفسها خرجت وبتفضل واقفه وراه وبتلاقيه من غير راسه بتصرخ، وبيحاول ميشيل انه يهديها ويشرح لها اللي حصل وانه مش فاهم سبب اختفائه، وبتفرح اخته ان اخوها بقى بطل خارق وانه هيساعد الناس اللي محتاجه مساعده، وبيكون في تحقيق في قسم الشرطه عن سبب اختفاء براندو وبريتشا وان الاثنين سايبين رساله لاهلهم انهم هيهربوا، وبيستعينوا بطبيب نفسي اسمه باسيلي لتفسير تصرفاتهم وعشان يحاول انه يقلل محاولات الهروب لو هتزيد، وبعد ما بيخلص التحقيق بترجع جيوفانا لبيتها وبتدور على ميشيل وما بتلاقيهوش لانه بيكون مختفي قدامها، وبيجي لها تليفون وبيسمع ميشيل والدته وهي بتكلم صاحبتها وبتقول لها ان ميشيل تصرفاته بقت غريبه وانه ممكن يكون عارف انها متبنياه، وبيتصدم ميشيل اللي بيكون سامع كل الكلام ده وبيروح يقعد على البحر وبيلاقي ان ستيلا واخده بالها ان في حد غير مرئي قاعد على المرجحه جنبها وبتساله انت ايه وبيقول لها ان هو ملاك، وبيتكلموا سوا وبيرسم لها سمايل فيس على الرمله لحد ما بتسيبه ستيلا، وبياخد ميشيل باله ان ستيلا انجذبت للملاك وبقت تحب انها تتكلم معاه، وبيروح لها في يوم بيتها وبيدخل من الشباك وبتغطيه بالبطانيه لانه بيقول لها انه بردان، وبتحاول انها تبوسه لكن ميشيل بيلاقي نفسه بدا جسمه يظهر فبيهرب من اوضتها قبل ما تعرف هو مين، وبيقدر انه ينط من شباك اوضتها وبيرجع بيته، وبيقرر انه لازم يرجع لها ويقول لها حقيقته، وبتكون ستيلا بتتدرب باليه في المدرسه بتاعتها وبتسيبها المدرسه عشان تجيب قهوه لنفسها، وبيبان واحد بيراقبها من بعيد وبيخطفها وبيشوفه ميشيل فبيحاول انه ينقذ ستيلا وبيعض كلب ميشيل الخاطف في ايده، لكنه بيقدر انه يهرب من المكان بعربيته ومعاه ستيلا وهي متخدره، وبيبلغ ميشيل البوليس وبيحكي لهم على اللي حصل، وبتكون ستيلا في مكان غريب بيتعمل عليها اختبارات من الناس وبيقولوا انها مش هي اللي هم عايزينها وانهم هيفضلوا يخطفوا في الاطفال لحد ما يلاقي اللي عايزينه، وبيصحى ميشيل تاني يوم وبيقرر انه لازم يحاول ينقذها، وبيدور على البدله بتاعته وبيلاقيها مغسوله وكشت وبيلبسها لاخته يمكن تكون لسه مفعولها فيها، لكن ما بينجحش وبيتخانق مع والدته بيقول لها انها بوظت البدله بتاعته وانه بيكرهها لانه عرف انها مش امه، وبيتعصب وبيهرب من البيت وبيتكسر الازاز اللي ورا والدته وبيروح ميشيل يقعد على البحر، وبيقابل الراجل الكفيف وبيقول له ان البدله مش مهمه وانه مش هو اللي خطف ستيلا، وبيسأله ميشيل هو ازاي عرف اللي بيفكر فيه، وبيقول له الراجل ان اسمه اندري وهو ابوه الحقيقي، وبيحكي له ان زمان كان في كارثه نوويه اثرت على كل روسيا لكن الاشعاع اللي حصل غير في الحمض النووي وبقى في مجموعه معينه اسمهم المميزين واللي بقى ليهم قدرات خاصه، ولفتوا انتباه جنرال من الحرب وقدروا انه يجمعهم في مكان بعيد في سيبيريا واطلق على جماعته الشعبه، وكل دول كان تخصصهم دراسه المميزين وبقوا يعاملونا زي فئران التجارب، وكان كل واحد ليه قوه مختلفه عن التاني زي التحريك عن بعد والطيران، وهو الوحيد اللي كان قادر يقرا العقول، لكن المشكله ان التجارب استهلكتهم واستهلكت قوتهم وتحولوا لمرضى او موتى، وساعتها اندري
بدأ نظره يضعف، وكان الشيء المشترك بين كل أصحاب القدرات إنهم ما بيخلفوش، إلا هو والدته الحقيقية يلينا واللي كان قوتها الاختفاء، وحبها ما شافها واتجوزوا وخلفوا ميشيل أول ابن الاتنين من أصحاب القدرات. لكن الجنرال حاول إنه ياخد الطفل عشان يعمل تجارب عليه لحد ما قرر أندرو ويلينا إنهم يهربوا، وضحت يلينا بنفسها عشان تدي أندرو وميشيل فرصة إنهم يهربوا من الشعبة. وساعتها أندرو اضطر إنه يسيبه قدام بيت جيوفانا الشرطية لأنه قدر يقرأ أفكارها إنها كانت بتتمنى طفل، ولأنها شرطية قدرت تعمل ورق ميشيل بطريقة رسمية سليمة، وبيقولوا إن القوة اللي عنده وارثها من والدته، وإن البدلة ملهاش علاقة بقوته، وبيقول له يخلي باله لأن الشعبة بتدور عليه، وبيديله بدلة والدته اللي كان شايلها واللي خلاها على مقاس ابنه. وبيقولوا إن العلماء اخترعوا البدله دي عشان تتفاعل مع جسمه وتختفي مع اختفاء جسمه، وان الرمز اللي على البدله دي كان رمز المميزين، وانه قريب هيقدر يتحكم في اختفائه. وبيقول له اندرو انه يحاول يهرب لو لقى حد بيدور عليه، وانه هيقدر يلاقيه تاني بسبب ان عقولهم متصله ببعض، وبيكون في صياد شايفهم وبيتصل بالشرطه بسبب انه شك في شكل اندري ولان قضايا الاختطاف زادت في المدينه، ولكن اندري بيقدر انه يمحي ذاكره الصياد. وبتيجي الشرطه وجيوفانا بتلاقي ان ميشيل قاعد لوحده، وبيقول لها انه كان بيتمشى هنا لوحده ومفيش حاجه غريبه حصلت له، وبتقول له انه ما يختفيش تاني بالطريقه دي. وبتلاقي ان الدكتور باسيلي بيعرض عليها انه يوصل ابنها للبيت وبتوافق، وبيطلع ميشيل اوضته وبيلبس البدله بتاعته تحت الهدوم، وبيلاقي ان باسيلي بيندهله عشان يقعد معاه ويفطروا سوا وبيقدم له بسكويت. وبياخد ميشيل باله ان دراع باسيلي مجروح في نفس المكان اللي اتعض فيه الخاطف من الكلب، وبيعرف ميشيل ان باسيلي هو الخاطف وانه ضمن الشعبه، وبيحاول انه يهرب منه لكنه بيلاقي كل ابواب البيت مقفوله، وبيقلع ميشيل هدومه وبيقدر انه يختفي. وبيحاول ميشيل انه يرمي سكاكين عليه، وبيمسك باسيلي الدقيق وبيفضل يرميه في الجو لحد ما بيجي على ميشيل ويبان خطواته وهو بيهرب لاوضته. وبيقدر انه ينط من البلكونه بتاعته، وبيلاقي ايفان بالسكوتر بتاعه وبيقول له انه يهرب بسرعه والا هيموتوا، وبيهرب بيه المخزن مهجور. وبينزل وهو خايف من اللي راكب وراه وبيحاول انه يضربه لحد ما ميشيل بيظهر له قدامه عشان يهدى شويه وبيحكي له اللي حصل. وبيكون في نفس الوقت الاطفال المخطوفه بيحاولوا انهم يهربوا من المكان اللي هم فيه، وبتقدر ستيلا انها توصل لكشاف كبير وبترسم عليه سمايل فيس وبتوجهه في السماء زي علامه باتمان على امل ان الملاك يجي ينقذها من المكان اللي هي فيه. وفعلا ميشيل بياخد باله من النور وبيتحرك هو الايفان لمكان النور، وبياخد ايفان معاه البندقيه بتاعته، وبيقدر ايفان انه يجذب انتباه الحراس وبيخلي ميشيل يدخل جوه المينا، وبيفضل يدور على مكان اصحابه لحد ما بيوصل لمكان باسيلي، وبيفضل يراقبهم ميشيل لحد ما بيتلسع في ايده، وبيحس باسيلي ان في حد موجود معاهم في الاوضه، وبيأمر الحارس انه ينقل ستيلا من مكانها. وبيجي ميشيل من ورا الحارس وبيضربه بطفايه الحريق، وبياخد مسدسه وبيهدد الحارس التاني، وبيخليهم يفتحوا الباب على ستيلا واصحابه التانيين، وبيكشف وشه لاصحابه عشان يعرفهم انه صديق ليهم، وبيحاول يهربهم من المكان. لكن ستيلا بتقول لهم ان في راجل عجوز محبوس ولازم يحرروه هو كمان، وبيروح ميشيل عشان يساعدها، وبيخلي براندو وبريتشا يهربوا بره المينا، وبيفضل ماشي وراها وبتدخله في اوضه، وبيوصلوا عند راجل العجوز، واول ما بيقربوا منه بتلف ستيلا وبتهدد ميشيل انه ما يتحركش من مكانه، وبيطلعوا رجاله الشعب من مكانهم وبيقبضوا عليه وبيغمى على ستيلا. وبيقولوا راجل العجوز ان اسمه المخلب، وان هو كمان عنده قدره مميزه وهي التحكم في الاشخاص بمجرد لمسهم زي ما عمل مع باسيلي، واتحكم فيه وخلاه يخطف ستيلا ويهجم عليه في البيت زي ما اتحكم في ستيلا. وبيحاول ميشيل انه يختفي ويضرب اللي حواليه، لكن المخلب بيهدده بقتل ستيلا لو ما ظهرش، وبيقولوا انه هيجي معاه روسيا بالغواصه اللي هم فيها، وهيسيب ستيلا ترجع بامان عن طريق الكبسوله بشرط ان هو يجي معاه من سكات. وبيشغل المخلب التفجير الذاتي في المينا، وبيتحرك بالغواصه بتاعته. وبتكون جيفانا لقت براندو وبريتشا وبيقولوا لها ان ميشيل لسه جوه، وبتدخل تدور عليه وبتلاقي باسيلي موجود في الزنزانه، وبيطمنها اندر ان ميشيل اتحرك من المينا زي ما هم كمان لازم يتحركوا قبل ما المكان ينفجر. وبيشوف ميشيل رجاله المخلب وهم بيحطوا ستيلا في الكبسوله، وما بيتحكمش ميشيل في غضبه وبيبدا يدمر كل حاجه حواليه في الغواصه، وبيجري يدخل جوه الكبسوله وبتنفصل عن الغواصه وبتطلع على سطح البحر وبتنفجر الغواصه باللي فيها، وبيتم انقاذهم. وبيقول للشرطه على كل حاجه وعلى قوته، وبيقابل والده اندري وبيقول له انه هيساعده ويخلي كل الموجودين ينسوا احداث اليوم. وبيقول له اندرو ان هيقدر يقابله تاني، وبيمشي وسط الناس وبيقدر انه يخليهم ينسوا اللي حصل. وبيتم التحقيق مع جيوفانا وباسيلي لكنهم بيكونوا مش فاكرين اللي حصل، وبيتنسب كل النجاح لجيوفانا قدام الصحافه عشان تتقفل القضيه بنجاح. وبيرجع ميشيل لحياته من تاني، وبيرجع مدرسته بيلاقي ايفان وبراندو بيحاولوا انهم يتنمروا عليه تاني، لكنه بيقدر يصدهم. وبيقابل ستيلا وبيتجرأ انه يطلب منها تخرج معاه وبتوافق. وبيفضل ميشيل البطل الخارق اللي انقذ اصحابه من غير ما حد يعرف ومن غير ما تتكشف هويته.